اهلا بيكم في حلقه جديده يا شباب. النهارده عندنا حلقه جديده، والنهارده عن دليلك للسيتيشن، ازاي تعمل اقتباس سواء ويب سايت او جورنال او بوك. النهارده هنتعلم ازاي نعمل اقتباس لكل الكلام ده. طبعا عندنا موقع حلو جدا اسمه سايت ذس فور مي. الموقع ده فكرته بكل بساطه انك ممكن تعمل سيتيشن من عليه بسهوله جدا. فمثلا تعالوا نجرب. النهارده عندنا 3 امثله. اول مثال فيهم زي ما انتم شايفين هو جورنال ارتكل اسمها ان ارجيومنت اجينست ارتفيشال انتليجنس. ناخدها كوبي. انا اصلا اوريدي كنت مسرش عليها قبل كده، لكن برضه نعمل كنترول اي كنترول في ونعمل سيرش، ونختار طبعا من على الشمال جورنال، التايب جورنال. من هنا هتلاقي جورنال، نختارها ونعمل سيرش. هنطلع لنا اكتر من نتيجه، هي اول واحده فيهم دي اللي انا عايزها. طبعا عشان تتاكد اذا كانت الارتكل هي ولا لا، اتاكد من الديت بتاع الببليكيشن اللي هو 2018 موجود هنا، وتاكد برضو من حاجات تانية زي مثلا الاوثرز وهكذا. فنيجي نعمل هنا سايت، هنلاقيه بيقول لك ايه دي معلومات موجوده. ندوس كونتينيو، هنلاقي اكتر من معلومه موجوده هنا، حلو جدا. هنلاقي الاوثر موجود كمان، ودي حاجه مهمه جدا. هنلاقي الجير موجوده، ودي اهم حاجه في السيتيشن بتاعت الاي بي اي. لو احنا هنعمل حتى اي بي اي، لو احنا هنعمل اي بي اي دي حاجه مهمه جدا في الاي بي اي. فندوس كومبليت سيتيشن دلوقتي، هنلاقيه طلع لنا هنا بهارفارد. احنا عايزين نعمله اي بي اي، نختار من هنا مثلا اي بي اي او ام ال اي او هاويفر. مثلا هنعمله اي بي اي، هنعمله اي بي اي 7 اديشن، ونعمل كوبي سيتيشن. كده السيتيشن بقى معانا والدنيا زي الفل. نقدر نعمله بكل بساطه. مثلا نيجي عند فايل وورد هنا ونيجي نعمل بيست، بس كده. حتى السيتيشن معمول فيه اندنتيشن وزي الفل. لو عايز تقول لي اللينك مش شغال ليه، بكل بساطه نيجي هنا نعمل مسطره واحده هتلاقيه يشتغل بكل بساطه. فتعالوا نجرب مثلا نعمل سيتيشن مره ثانيه. ندوس كريت سيتيشن كمان مره، ونيجي مثلا نختار المره دي نختار بوك. في كتاب انا برضو كان بيتكلم عن الموضوع. هو اصلا انا بدور على حاجات للجنريتيف اي اي. فنيجي نختار عنوان الكتاب ده مثلا، هو ده اللي انا عايزه، اعمل له بيست. فهنلاقي كتابين هنا. كمان مره لازم تبقى عارف الاوثر بتاعك وتبلش سنه كام. طبعا الكتاب اللي انا عايزه هو بتاع مولر 2014. فنعمل له سايت كمان مره، ندوس كونتينيو. دلوقتي معانا كل المعلومات. اهم حاجه يكون الاوثر موجود، ويكون اليير موجوده بابليكيشن يير، وندوس كومبليت سيتيشن. ودلوقتي طلع لنا السيتيشن بتاع الكتاب. برضه نعمل له كوبي ونيجي نحطه مثلا عندنا هنا. ودلوقتي تعالوا مثلا نجرب نجيب بقى ويب سايت ارتكل. فهي اصلا الارتكل دي اللي احنا عايزين نعمل لها دلوقتي سيتيشن. نيجي نعمل فوق كده كوبي، ونيجي نعمل هنا، ننزل تحت ندوس المره دي ويب سايت، ونعمل بيست ونعمل سيرش. هنلاقيها طلعت اول واحده فيها. نعمل سايتيشن او سايت. هنا دلوقتي بيقول لك ايه؟ بيقول لك ده اللي احنا لقيناه، ودي الحاجه اللي احنا محتاجين مساعده فيها، الببلشر او السبونسر. في احيانا الموقع ده او اي موقع بشكل عام بيعمل سايتيشن هتلاقيه عنده مشكله ان هو احيانا مش بيجيب المعلومات بالظبط. فانت برضه لازم تكون بتشيك وراه ان كل حاجه تمام. بس هو طبعا بيساعدك ان هو يحط لك الاسطمبه ويكتب لك كل الكلام، بس انت تتشيك لو في اي مشكله وخلاص، وتعمل كونتينيو. دلوقتي مثلا دلوقتي في مشكله، الاوثر مش موجود هنا. طب نيجي هنا هنلاقي الاوثر موجود فوق بكل بساطه، اسمه توماس اتش دافنبورت ونيتن ميتال. نكتب الاثنين. دلوقتي احنا عملنا الاوثر الاول، عايزين نعمل اوثر تاني. ندوس اد انذر كونتريبيوتور، برضه هو اوثر. ودلوقتي كده احنا خلاص هنخلص السيتيشن بتاعنا. هنيجي نعمل كومبليت سيتيشن. غالبا الحاجات اللي بيبقى فيها مشاكل شويه في الويب سايت، في البتاع ده، في الموقع ده، هي الويب سايت. لازم تكون متاكد ان الاوثر دايما تمام وكل الكلام ده. الحاجات الباقيه غالبا بيكون فيها اخطاء اقل، لكن برضه احسن حاجه انك تعمل تشيك ليهم كلهم. دلوقتي نيجي نعمل كوبي سيتيشن، ونيجي هنا نعمل بيست للسيتيشن كمان مره عشان اللينك يشتغل. نعمل المسافه دي وبس كده. خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده. شكرا جدا ليكم للمشاهده، وما تنسونيش باللايك، سبسكرايب، كومنت والشير. واشكركم على الدعم المستمر. مع السلامه.